سؤال بسيط، هل كل حجامة علاج ولا في فرق بين حجامة بتريحك يومين وحجامة تغير حالتك فعلا؟ اليوم راح أشرح ليش مراكزنا مو أي مراكز حجامة. اليوم صار سهل جدا أي شخص يحط كاسات ويقول أنا حجام أو أنا مختص. السؤال الحقيقي، مين بيفهم بالحجامة؟ مين مختص فعلا بالحجامة؟ قبل لا نكمل أو لسه ما اشتركت بالقناة، اشترك الآن وخليك معانا وبعدها راح نكمل. في أماكن بتسوي جلسة حجامة وفي أماكن بتقدم علاج. الفرق مو بعدد الكاسات ولا بكمية الدم، الفرق بالمختص والشخص اللي ورا الجلسة. أنا لما أشوف مراجع بيعاني من أي حالة من الحالات المرضية وما أسأل أول شيء وين الألم وليش الألم موجود، التشخيص قبل أي شيء. بمراكزنا ما نبدأ أبدا بحجامة مباشرة، نبدأ بتاريخ الحالة، بنمط الحياة، نمط النوم، طبيعة العمل، الضغط النفسي، نمط الأكل، والتحاليل الطبية طبعا إذا احتجنا. لأنه الحجامة إذا انعملت بغير وقتها أو بغير مكانها ممكن تضر أكثر ما تنفع. الفرق بعد في الأدوات والمعايير. إحنا بنستخدم الكاسات الطبية المعقمة، الأدوات استخدام مرة واحدة، تعقيم كامل ولعدة مرات، بروتوكول آمن واضح، لأنه الحجامة إجراء صحي وطبيعي مش تجربة. أي خطأ بسيط من غير متخصص أو متمكن بالمجال ممكن يسبب التهابات، إرهاق، هبوط أو نتائج عكسية. مرت علي حالات اجتني كثير تعبانة، مش من المرض ولكن من الحجامة اللي انعملت غلط، أماكن غلط، توقيت غلط، وتشخيص غلط، وبدل ما تتحسن تعبت أكثر. يعني الواحد اللي فيه مكفيه، هون اجينا زدنا على المشكلة مشكلة. هون بدك تعرف انه المشكلة مش بالحجامة، المشكلة مين عم بيسوي الحجامة، هل هو مختص ولا غير مختص. انا ما بدي كل الناس تجي لعندي، انا بدي اللي بده علاج صح، مش حل سريع ولا تبحث عن ارخص سعر ولا اسرع جلسة او وعود فورية. مراكزنا مش إلك، بس لو عم تبحث عن فهم، أمان، تشخيص وعلاج حقيقي ونتائج، أهلا فيك. الحجامة علم وأمانة، ومراكزنا اختارت تكون بجانب الأمانة. اشتركوا بالقناة وخليكم معنا، اللي جاي أعمق وأوضح ومختلف. الصحة مش تجربة، الصحة قرار، والقرار قرارك ونحن معك.